تخيل تصحى الصبح تلاقي في حسابك البنكي 2.5 مليار دولار، رقم يخليك تشتري كل حاجة بس مقابل انك تبيع ابنك اللي ربيته بيه. تتحول من بطل شعبي لشخص عايش معانا عادي. دي قصة ماركوس بيرسون الشهير بنوتش. نوتش ده كان مبرمج كتب كود بديهي جدا وهو قاعد في اوضته، وانتهى بيه الحال انه باع لشركة مايكروسوفت في صفقة هزت كوكب الارض. هنعرف النهارده ليه باعه وايه اللي ممكن يحصل لو ما كانش باع اللعبة دي. يلا بينا نعرف ازاي. بس قبل ما تبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نوتش ما كانش راجل اعمال، ده مبرمج عبقري وشغال في شركة كينج اللي هي بتعمل العاب زي كانتي كراش دلوقتي والعاب كتير. في التحديد في سنة 2009 استلم فكرة لعبة بسيطة، حفر ومكعبات وبناء، وسماها ماينكرافت. اللعبة كانت مكتوبة بلغة الجافا، ولغة الجافا دي معروف عنها انها سلاح ذو حدين، بيبقى سهل للمبرمجين ان هم يعملوا مودات. بس كانت مشكلته الوحيدة انه تقيل جدا في الاداء. اللعبة انفجرت ونوتش بقى آلة بالنسبة للاعبين، عملها شركة موجينج وبقى معاه الملايين، بس لسه عايش حياة المبرمج البسيط لحد ما بدأت المشاكل. في التحديد في سنة 2014 نوتش قرر يغير القوانين السيرفرات علشان يمنع الاستغلال المادي، بس الجمهور فهمه غلط والهجوم عليه كان مرعب. كان شتايم وتهديدات وضغط نفسي مرعب، ونوتش ساعتها كان شخص مش بيحب انه يسمع انتقادات. بالتحديد في يوم 16 يونيو 2014 نوتش نزل تويتة مكتوب فيها اي حد عاوز يشتري حصتي في اللعبة علشان ارجع لحياتي. هو كان بيهزر، بس شركات زي ايه ومايكروسوفت ما كانوش بيهزروا، ومايكروسوفت فورا جريت ورمت 2.5 مليار دولار على الترابيزة، ونوتش لما صدق ووافق فورا. طب قبل ما نكمل تعالوا نتخيل لو نوتش ساعتها قال لا، كان ايه اللي ممكن يحصل؟ اول حاجة كانت هتحصل ان ماينكرافت كان ساعتها هتفضل بالجافا، وما كناش هنشوف النسخ اللي هي دلوقتي تقدر تلعب على الاكس بوكس والموبايل، كانت هتبقى محصورة في اجهزة بي فقط. نوتش كان بيكره التسويق، كناش هنشوف تعاونات مع لوكس ستار وورز مع ماينكرافت. وفي النهاية نوتش خد الفلوس واشترى قصر، بس بعدها بفترة كتب تويتة تاني وقال انا حاسس بالوحدة. ومايكروسوفت ساعتها مسحت اسمه من اللعبة نهائيا بسبب تصريحاته الجدلية. نوتش كسب المليارات بس خسر لعبته وخسر حب الناس. وفي النهاية في ناس بتشوف ان بيع ماينكرافت المايكروسوفت انقذت اللعبة، وفي ناس شايفة العكس. قول لي بقى انت شايف رأي مين احسن؟ ولو كنت مكان نوتش هل كنت هتبيع ولا هتكمل؟ مستني رأيكم في الكومنتات، وما تنساش اللايك والفولو والاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنوني الفيديو الجاي. يوتيوب بيقترح عليك الفيديو ده.